ينضم الينا من الرياض الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور حسين لقور. دكتور حسين، مرحبا بك معنا. داعش أعلنت مسؤوليتها، ولكن السؤال لماذا تريد داعش اغتيال محافظ عدن؟ في البداية اسمحي لي أن أعزي نفسي وأعزي أهلنا في عدن وأبناء الجنوب عامة في هذا المصاب الأليم. أعتقد أن الأمر ليس بهذا الشكل، ولكننا لو تساءلنا لماذا اغتيال اللواء جعفر محمد سعد يعني محافظ عدن، لماذا هذا الشخص بالذات؟ لماذا لا نرى اغتيالات لعدد من رموز السلطة مع هذه من أحزاب الإصلاح والمؤتمر والسلفيين وغيرهم؟ لماذا لا نرى اغتيالات لضباط من القوات الشمالية بينما خلال 24 ساعة لم نشهد إلا 4 اغتيالات، كل منها المحافظ و2 عسكريين وقاضي في عدن كلهم جنوبيين؟ لماذا هذا التوجه لدى هذه المنظمات او العصابات الاجراميه فقط تمام. لاغتيال؟ يعني هل لدى داعش مثلا داعش كبير. كتنظيم عالمي ارهابي ما مصلحته في اغتيال هذه الشخصيات في عدن؟ ما هذا السؤال. يعني اي انسان ممكن يعمل بيان باسم داعش، واي انسان ممكن يدعي انه من داعش، لكننا هنا امام عمليات اغتيالات مستمرة، ليس من اليوم وليس من بعد تحرير عدن، ولكنها منذ سنوات، منذ تقريبا حوالي 2011، والاغتيالات لا تطال فقط إلا العسكريين أو النشطاء الجنوبيين، وتسمى أو تحت باسم القاعدة أو باسم أنصار الشريعة أو الآن باسم داعش. لذلك هذا هو السؤال الكبير. البعض يربط بين وجود التنظيمات هذه في عدن، انضمامها أو تسميتها بداعش، وبين ولائها للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعباءة داعش. ما رأيك في هذا أو في هذه النقطة؟ هذا الأمر ليس بغريب ولا مستبعد أبدا. لماذا لا نرى داعش هؤلاء الذي يغتالون الحوثيين أو القادة العسكريين في صنعاء؟ لماذا لا نرى داعش من قبل أو أنصار الشريعة أو القاعدة تقوم باغتيالات في صنعاء أو في الحديدة أو في إب أو في أي أماكن لأنصار علي عبد الله صالح؟ كل الذين يتم اغتيالهم هم من خصوم علي عبد الله صالح. لذلك اليوم يعني حقيقة نحن لا نعتقد أن استهداف اللواء جعفر محمد سعد هو استهداف لعدن، استهداف للجنوب، وليس استهداف لهذه. لو كان استهدافا لهذه لوجدوا الكثير من رموز السلطة المشاركين مع هذه في هذه الحكومة، لكننا متأكدين أن هذا الأمر مدبر من قوى شمالية، من مخابرات. هناك طيف واسع أختي من القوى التي تعادي أبناء الجنوب، من داعش والقاعدة والإصلاح والسلفيين إلى أمن القومي والسياسي. ربما البعض يعني يتهم هذه القوى أنها تريد زعزعة الأمن في عدن، لأنها من أولى المناطق أو المدن المحررة، ومنها تنطلق العمليات السياسية ربما والإغاثية إلى ما شابه. البعض يريد ضرب الاستقرار في المناطق التي تحررت أيضا. ما رأيك في هذا؟ وهناك مأرب محررة، لماذا لا يتم اغتيالات في مأرب؟ لماذا لا تتم أي ملاحقات؟ يعني المسألة واضحة هنا جدا. نحن نعتقد أن هذا التوجه للاغتيالات الذي يستهدف القوى أو القادة العسكريين الجنوبيين فقط. يعني اليوم أحد القادة العسكريين لم يقتل في عدن بل قتل في حضرموت ضمن إطار قوات الشرعية في منطقة رماه غرب في منطقة سيئون، وهو أحد القادة الباخشي، أحد القادة الجنوبيين. يعني لذلك أنا أعتقد أن هذه هي كلها محاولات، أولا لزعزعة الأمن والاستقرار وإظهار سلطة هذه بأنها غير قادرة على ضبط الأمن. 2 محاولة كسر شوكة الجنوبيين الذين يحاولون إحداث مكتسبات أو الحصول على مكتسبات لشعب الجنوب خلال الفترة القادمة سياسيا واقتصاديا وعسكريا. لذلك فهذا ستظل تمارس ضدهم هذه الاغتيالات بشكل مستمر. أنا لا أعتقد أنها ستتوقف عند الأخ جعفر الله يرحمه جعفر محمد سعد، ولكنها ستستمر لتطال كل الأصوات الجنوبية التي تطالب بخروج الجنوب من هذه الوحدة. شكرا جزيلا دكتور حسين لقور، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني من الرياض. شكرا لك.